لما تلاقي كل الابواب اتقفلت في وشك قول له يا رب. لما تكون مش عارف تخرج من الهم اللي انت فيه قول له يا رب. لما البلاء يزيد عليك قول له يا رب. كن مع الله ولا تبالي، ومد إليه يدك في ظلمات الليالي، وقل يا الله ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برضاك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا عرفت يا عم الشيخ أنت جاي النهاردة تقول إيه. أنت جاي النهاردة تقول إن أنا لما أروح لربنا بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا سبحانه وتعالى يرفع عني الهم والله العظيم، ويكشف عني الغم رب الكعبة، ويسد ديني ويشفيني من مرضي ويخليني أسعد الناس في الدنيا والآخرة بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إني كنت من الظالمين. أنا عاوزك تخلي دي سر بينك وبين ربنا، بس هتكون حاجة كده معاك إن صح التشبيه يعني زي العصاية السحرية. أي بلاء أو أي هم تقع فيه تجرى على ربنا بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا يونس لما وقع في الظلمات ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اسمع يا من ضاقت عليك دنياك، اسمع يا من تشتكي من كثرة الابتلاءات، اسمع يا من تريد استجابة الدعوات. بالله عليك انت متخيل ان سيدنا يونس وقع فين يا جماعة؟ وقع في بطن الحوت، خلاص ضاقت به السبل، فنادى في الظلام. لا يا عم الشيخ ده اسمها فنادى في الظلمات، يعني مش في الظلام، يعني مش في ظلام واحد. والله العظيم في الظلمات. تخيل بقى، في ظلمات بطن الحوت، في ظلمات البحر، في ظلمات الليل، وانقطعت به الأسباب. يعني أنا لو تعبان هاخد بالسبب واخد بعض واجري على دكتور والشافي ربنا. أنا لو مديون هروح لفلان اللي ربنا موسع عليه وهاخد بالسبب دوت واجري بيه على ربنا. والله العظيم لما تنقطع بك الأسباب، وأحيانا تنقطع بك الأسباب وفي الوقت ده ملكش إلا ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. سيدنا محمد لما كان في الغار والله العظيم انقطعت به الأسباب. وخلي بالك الكفار قدام باب الغار، ولو أن أحدهم نظر تحت قدميه لإيه؟ ده لو واحد بس عمل كده تحت رجليه هيشوف النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم. ولما انقطعت به الأسباب قال لا تحزن إن الله إن الله معنا. فأتته الإجابة الفورية من رب البرية. سيدنا يعقوب لما فقد يوسف، إخوات يوسف خدوه ورموه في البير، وجم بقميص يوسف وحطوا عليه دم كاذب. الظاهر لسيدنا يعقوب خلاص إن الديب كله خلاص ما بقاش موجود. يروح فين ويجي منين؟ انقطعت به الأسباب.
ولما انقطعت به الأسباب قال له يا رب ماليش غيرك. وجاءوا على قميصه بدم كذب. اسمع، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يا الله، والله المستعان. قال له يا رب استعنت بيك وماليش الا انت يا رب. فجاءته الإجابة الفورية من رب البرية، فرأى سيدنا يعقوب في منامه ما فعل إخوة يوسف بيوسف، وأن يوسف سيصبح نبيا من أنبياء الله بقدرة الله تبارك وتعالى وجل في علاه. سيدنا أيوب قعد في المرض 17-18 سنة. زوجته أصبحت تشتغل خادمة عند الناس علشان تعرف تأكله وتعالجه، وانقطعت به الأسباب. ولما انقطعت به الأسباب قال له يا رب ماليش غيرك يا رب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءته الإجابة الفورية من رب البرية. السيدة مريم حامل هتولد، امرأة ضعيفة، تعمل ايه؟ والله العظيم انقطعت بها الأسباب. قالت له يا رب ماليش غيرك. فجاءتها الإجابة الفورية من رب البرية، وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا. ولما لجأت إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى وجل في علاه، جاءتها الإجابة الفورية من رب البرية، وقال الله عز وجل تساقط عليك رطبا جنيا. سيدنا يونس بقى لما وقع في بطن الحوت انقطعت به الأسباب. تخيل في بطن الحوت، ظلمات الليل، ظلمات البحر، ظلمات بطن الحوت، خلاص ماليش غيرك يا رب. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انت عارف يعني إيه لا إله إلا أنت سبحانك؟ لا إله إلا أنت توحيد لله، يعني يا رب لا إله إلا أنت مالك الملك، أغنى الأغنياء، أقوى الأقوياء. سبحانك تعظيم وتقديس لله جل جلاله. إني كنت من الظالمين، يعني أنا يا رب جاي لك ذليل ضعيف مسكين حقير مذنب ظالم لنفسي يا رب، وجاي لك يا رب إني كنت من الظالمين. لما تروح لربنا سبحانه وتعالى موحدا لله معظما لله ذليلا لله، تكون النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهنا ربنا جل جلاله قال فاستجبنا، ما قالش واستجبنا، دليل على السرعة أن الإجابة كانت فورية من رب البرية. ونجيناه من الغم، ومش لسيدنا يونس بس، وكذلك ننجي ننجي المؤمنين. لما تقع هتلاقي لك عند ربنا متكأ وحاجة تقف عليها وتسند عليها، اللي هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.